علاش اللاعبين ديال الكره في كل ماتش ملي كيكونوا داخلين التيران كيدخلوا معاهم الدراري الصغار؟ وشكون هما دوك الدراري اصلا؟ انا غادي نقول لك علاش. في 1999 كان واحد الماتش بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل سيتي، وهذا الماتش في ديك الوقيته راه كان بحال بغيتي تقول ديربي، وانتم عارفين بلي الديربيات كيكونوا شاخدين لدرجه ان الجماهير كانوا كيهدوا اللاعبين قبل ما يدخلوا للتيران. وهنا المنظمين خافوا على ان الجمهور يبقى يضرب اللاعبين ملي يكونوا داخلين، وما يقولوش غنديروا غادي ندخلوا معاهم دراري صغار للتيران، وهكا الجمهور ما غاديش يبغي يضرب الدراري الصغار، وإلا ما ضربوش الدراري الصغار يعني ما غاديش يضربوا اللاعبين. وداكشي اللي داروا دازت الاجواء مزيانه، ودوك الدراري الصغار كانوا فرحانين بزاف. ومن هذا الماتش ولا فين ما كيخافوا على اللاعبين اللي يضربوهم الجماهير كيدخلوا معاهم الدراري الصغار للتيران. حتى 2002 فين كان واحد الحدث اللي كانت منظمه على اليونسكو تحت شعار قل نعم للاطفال الصغار. هنا الفيفا قررت انها في كل ماتش وفرضت على جميع الدوريات ديال العالم في كل ماتش ملي يكونوا داخلين اللاعبين التيران يدخلوا معاهم الدراري الصغار. دابا انا جاوبتك على السؤال ديال علاش كيدخلوا الدراري الصغار للتيران، دابا بقى لي نجاوبك على شكون دوك الدراري. ببساطه وباختصار هذوك الدراري كيكونوا ولاد خيريات اولا كيكونوا ولاد الاكاديميه ديال الفرقه اللي مدخله، وهادشي اللي كاين.